اهلا بيكم في حلقة جديدة وحلقة حصاد الاسبوع، حلقة نهاية اسبوع، تكون حلقة اسبوعية نتكلم فيها عن الاسبوع في الكورة كله، الماتشات كلها، تحليل بسيط لابرز الاحداث عن الماتشات تشيلسي وليفربول عامة. لكن صلاح هو اللي كان التأثير الأكتر وهو كان يتكلم عليه أكتر، وخصوصا بعد مفاجأة عملها صلاح بتشقلب الدنيا وبتخلي حسابات كتير تتغير، ومشكلة التحكيم اللي سواء في الدوري الإنجليزي أو حتى في الدوري الأسباني، لكن كارثة في مباراة برشلونة هنتكلم عليها قدام. الجولة الافتتاحية في جميع الدوريات، فقبل ما نبتدي متنساش تعمل لايك وسبسكرايب و ليتس جو. Ortiga Production. ايوه لبسوني وروجوني. هدف للتاريخ يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات يا كاتب التاريخ. طيب هنبدأ بماتش السيتي وبيرلي، وكان ده هو المباراة الافتتاحية والمباراة اللي كانت الناس بتتفرج عليها عشان مستنية بقى الدوري الانجليزي والرجوع والكلام ده. وايرلينج هالاند ما بياخدش 3 دقايق بيرزع الجون الاولاني، مفيش لطش الجون التاني، وايرلينج هالاند بيخلص الماتش للسيتي جونين. الراجل بيقول بسم الله في اول ماتش، بيقوم رازع الجونين وبيخلص كل حاجة. ولقطات ما كانتش لطيفه زي جوارديولا بيتخانق معاه بعد الماتش وبيزق الكاميرا، يعني حاجه ضايقتني الصراحه، اللي هو ليه يعني انت عايز ايه؟ الراجل يعمل اكتر من كده ايه؟ الراجل بيلعب حلو، الراجل جايب جونين، الراجل اتضايق شويه، حس برناردو مش عايز يبظيله، بس الراجل جاب جونين. هما الاتنين غلطانين، جوارديولا غلطان ان هو بيعمل معاه كده قدام الناس، والراجل انت جاب جونين عايز تجيب اكتر من كده، يعني اهدى شويه، انت لسه بتقول بسم الله، الناس لسه بتشم نفسها في الدوري، فواحده واحده مش طخ 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 طخ. فاللقطة ما كانتش لطيفة، ضايقت ناس، وفي ناس قالوا لازم جوارديولا يأدبه، لكن يأدبه جوه في الملابس مش وسط الناس كده، ويحسس اللي هو ما بيعملش حاجة، ده جاب جونين، يعني اللي هو فين دماغك يا عم. وندخل سريعا كده على ماتش هو ملوش علاقة قوي لكن هتكلم عليه سريعا، هو الهلال والنصر، وكريستيانو رونالدو يفوز بأول ألقابه مع النصر. ومش هتكلم بقى عن ألقاب ورونالدو الأسطورة والكلام ده والهري ده كله، انا هتكلم على الراجل بعد الماتش، بعد ما الحكم صفر ونهاية المباراة والفوز ليهم ب2-1 بالجونين اللي هو سجلهم. الفرحة اللي كانت في وشه والشغف اللي في وشه والحب ان هو عايز يكسب بطولات في اي مكان، اي نادي كان بيلعب ليه، الراجل عايز يكسب، الراجل عايز يحقق انجازات، الراجل كان مبسوط، الراجل حتى لما اتصاب وطلع كان باين انه متضايق وكان حزين انه طالع متصاب. اللقطه دي حسيته كانه بيلعب مع المنتخب البرتغالي في اليورو في 2016 لما اتصاب وطلع في الفاينل. الراجل كان متضايق ان هو طلع، وكان خايف الفريق يخسر بسببه او ما يعرفش يجيب اجوان بسبب ان هو طلع، بسبب ان هو اتصاب. فده يوريك قد ايه الراجل ده من رغم اي حته بيلعبها في اي سن بيوصل له نفس الشغف، نفس الروح، نفس الباور اللي عايزه، عايز يحقق بطولات سواء فرديه او جماعيه. الراجل بيكسب جائزه هداف البطوله، فرحة على وشه غير طبيعية. على الناحية التانية برضو ميسي مع انتر ميامي، الراجل بيلعب مقضيها جوان واسيستات، والراجل عايش ومروق على نفسه، والاتنين مبسوطين سواء ميسي ولا رونالدو في اي حتة بيلعبوا فيها، الاتنين بيستمتعوا بكل لحظة، الاتنين بيلعبوا وبيطلعوا كل حاجة عندهم، نفس الشغف ونفس الروح في اي مكان. رونالدو سواء كان في مانشستر، سواء في يوفنتوس، سواء في ريال مدريد، هو نفس الشغف ده، هو اللي في النصر. ميسي سواء كان في برشلونة ولا باريس، هو برضو اللي في انتر ميامي. والسوبر الالماني وهنقف عنده شويه مش عشان خاطر اي حاجه، لكن هو هاري كين، يعني الراجل اللي كان توتنهام باعه الحمد لله واخيرا رضوا يبيعوه، وبايرن وقال لك المهاجم، والراجل فرح قال لك اخيرا بقى ايه اكسب بطوله ولا حاجه في الليله دي. راح البايرن قال لك دوري الماني هضمن على الاقل على يعني سوبر كاس، يعني ده لو ايه على الاقل، يعني ان هو ياخد كله. دوري الابطال بقى جا ما جاش، على الاقل مثلا هيطلع في السنه رافع 3 4 كؤوس كده. فالراجل بقى عايز بقى اي حاجه بقى، الراجل يوصل يوم ماتش السوبر ويتعمل له صوره ومش عارف ايه وكده، والراجل يوصل الماتش ويصر انه يبقى موجود، وتوخيل بيحطه على الدكه، والراجل كل الكاميرات بتركز معاه، وهيري كين ومش هيري كين. تتفاجئ يا عم الشوط الاول هوبا داني اولمو جون، هوبا جون تاني، هيري كين ينزل يقوم لطش له الجون التالت من ضربة جزاء،
وكل الناس مصدومه. بايرن ميونخ اللي ما بيخسرش تقريبا السوبر او ما بيخسرش حاجه في المانيا، يخسر من لايبزيج 3 اهداف. ولايبزيج اللي تقريبا يعني لسه الفرق الاوروبيه مقشطاها من لعيبه، سواء كان نكونكو ولا جفارديول ولا اي اسماء تانية، الا انها تقول لك باشا خد اللي انت عايزه، عندي نجوم اكتر وهطلع لعيبه اكتر وهكسب. بايرن محتاج لسه شغل مع توماس توخيل. وهيري كين شكل المشكله فيك بقى، يعني سبت توتنهام فهو بقى بيلعبوا حلو وبيهاجموا. توتنهام تخيل، توتنهام اللي بيدافعوا طول عمرهم وفرقه رخمه وبيهاجموا قدام برينتفورد، تعادلوا بس كانوا بيلعبوا كويس. وهيري كين عشان رايح بقى يرفع اول كاس ليه ما رفعش حاجه ولا عمل اي حاجه. فيعني شكل كده المشكله فيك. وعلى العموم موسم طويل، هنشوف اخر السنه لو بايرن ما خدوش حاجه ولو دورتموند رفعوا الكاس هيكون هيري كين هو بقى يبطل كوره احسن بقى. ونرجع سريعا كده للبريمير ليج وماتش ارسنال ونوتنغهام فورست. جون ارسنال الخرافي من ساكا، جون جميل جدا من ساكا واسيست مارتينيلي. ارسنال بيلعب كويس، كوره كويسه، لكن قدام ماتش زي نوتنغهام فورست انت كنت ممكن في اي وقت تخسر او ممكن في اي وقت كنت تتعادل. فلازم برضو تدي لكل فريق حجمه، لازم ما تستغل كل الفرص على قد ما تقدر. وعلى الناحيه التانية كان في ماتش اختبار مين حصان اسود الدوري الانجليزي. المفروض الماتش ده بيجي في النص كده، لكن جه في الاول، وحاجه كويسه عشان نعرف مين الحصان الاسود من اولها. ونيوكاسل اثبت ان هو الحصان الاسود للدوري الانجليزي تاني. نيوكاسل واستون فيلا، المباراه اللي خلصت بنتيجه 5-1 صالح نيوكاسل. طبعا مباراه كانت رايقه جدا، اداء بين الفريقين كويس جدا، لكن نيوكاسل لا، فعلا نيوكاسل عامله شغل عالي. نيوكاسل جون تونالي الاولاني يعني ماتش كان كويس. جون تونالي طبعا اللي لطشها وبيبدا اول اهدافه في الدوري الانجليزي، اول اهداف نيوكاسل السنه دي. بعد كده بقى بيجر وراه بقى ايزاك وايزاك تاني و ويلسون وبارنز، كل اللعيبه بقى بتنزل بقى مقضيها اسيستات واهداف. وسريعا هنتكلم يعني على ريال مدريد. وريال مدريد اللي بيفوز على نادي اتلتيكو بالباو نتيجه 2-0 على ملعب اتلتيكو بالباو، الملعب الرخم الصعب تكسب فيه. بيفوزوا نتيجه 2-0، جون اولاني رودريجو، والجون الثاني بقى ده الكلام عليه المزيكا من بيلينجهام اللي بيشوط الكوره بتنزل تخبط تطلع، جون خرافي. مش قادر اعرف حقيقه هو كان قصدها ولا لا. هو لو قصدها فانت عالمي، ولو جت معاك كده فهو الجون حلو جدا برضو. لا، بيلينجهام كان فارق في الماتش بغض النظر عن الجون، اداؤه كان واضح، اللاعب حابب ومرتاح وبيلعب براحه. والاحتفال اللي عمله قدام اتلتيكو بالباو صوره ايقونيه ليه. لكن ده لا يمنع ريال مدريد فيها مشاكل كتير. ريال مدريد لحد دلوقتي مفيش راس حربه. جابوا خوسيليو ده ولا حاجه برضو، انت محتاج سترايكر كبير. وطبعا موضوع امبابي ده هنيجي نتكلم عنه في حلقه لوحده هتكون خلال الفتره الجايه. لكن انت محتاج راس حربه، محتاج حارس مرمى. كيبا مش برضو الحارس القوي اللي يقدر يسد معاك الموسم. كان عندك اوبشن زي دخيا، معرفش ليه ما فكروش في اوبشن زي دخيا تجيبه بعقد سنه وتمشيه كده كده، انت هتجيبه ببلاش يقعد معاك سنه عبال ما كورتوا يرجع وتمشيه. ريال مدريد لا، محتاجه بعض الصفقات. انت جبت بيلينجهام، جبت الدرا جولر، لكن برضو انت جبت بتعزز في حتت انت اصلا اوريدي عندك فيها. انت محتاج راس حربه، مدافع، حارس مرمى. وندخل طبعا على مانشستر يونايتد وولز. انا مأجل ماتش ليفربول وتشيلسي الاخر عشان ده هيبقى يكون الكلام عليه كله. ليفربول وولز الماتش الحقيقه كان على قد ما اتبسطت فيه على قد ما انا اتضايقت فيه. اتبسطت لان الفرقه شكلها احسن، الفرقه بتهاجم اكتر. الماتش كان حماسي بين الفرقتين، كنت اتوقع الماتش يخلص بدري 3-4 ولا حاجه، لكن لقيت الماتش رايح جاي. وانا بحب الماتشات اللي بتكون فيها الفرقتين رايحين جايين، فرقتين قريبين من بعض، فرص هنا وفرص هنا، يبقى ماتش حماسي ايا كانت اي فريق. ما بتفرقش معايا يعني، بس مهم يبقى الماتش فيه فرص كتير، او احس ان مش عارف مين اللي هيجيب الجون. لحد ما فران قدر يجيب الجون بكرة ذكيه جدا اتعملت. برونو فرنانديز تشيب بيساكا فيرست تاتش على طول بيلعبها، بيستغل خروج خوسيسا اللي كان مأدي مباراه عاليه جدا الحقيقه، عشان يقوم داخل على طول فران ناطحها براسه ويسجلها جون، الجول الوحيد اللي في المباراه وجون الفوز. ده الجزء اللي فرحني وخلاني مبسوط، وان الفرقه اداء مبشر للموسم الجديد. الجزء بقى اللي ضايقني في الماتش ان هو في بعض الغلطات كانت
موجوده السنه اللي فاتت اتصلحت في البري سيزون، رجعت تاني. من ضمنها انتوني موته وسمه ان هو ياخد الكره من على الطرف خالص، من على الخط خالص، ولازم يقطم لجوه. طب ما انت تبقى جوه اصلا، ليه لازم تبقى على الخط خالص وتدخل؟ وبعدين بقى ايه، لازم يدخل ويشوط، ما ينفعش ادخل ويباصي، لازم يدخل ويشوط، ولما بيتزنق يلف ويرجع بره تاني، فبتلاقي اللعب اتزنق فبيضطر يرجع وتقعد تبني الهجمه من اول وجديد، فبتضيع عليك فرص ان انت تعمل مرتدات وفرص كتير. فدي حاجه كانت منرفزاني. بيساكا كل شويه ايه واقف جوه جنب راشفورد مستني الكوره، بالرغم ان المفروض انتوني بقول له جوه وبيساكا جاي من ورا، الا بيعمل العكس، او اللي بيعمل اللي كلوب بيعمله مع صلاح وارنولد، صلاح على الطرف وارنولد جوه. بيساكا نفس الفكره، بس بيساكا بقى بيبقى راس حربه. يعني في كوره لقيت بيساكا واقف في نص ملعب مبدل مع كازيميرو، اللي هو ان هو عارف الكوره هتتقطع هتيجي لانتوني، يفضل واقف وهو يقوم داخل جوه. فدي حاجه لازم انتوني اللي هو يتقعد معاه كده، يا حبيبي يا بابا احنا تيم جماعي، احنا مش بنلعب حجز خماسي في البرازيل. حلو، انت كنت في البري سيزون بتلعب كويس، عكيت ليه دلوقتي؟ مش هتفضل تاخد الكرة وتدخل جوه. الحاجه الثانيه اللي انا شفتها، ودي اعتقد تنهاج كان بيحاول يجربها، وهو انه يبتدي بجرناتشو. جرناتشو طبعا لعيب واعد، لعيب هيكون ليه مستقبل، لكن جرناتشو ما تبتديش بيه ماتش. جرناتشو ينزل الشوط الثاني تلت ساعه نص ساعه، تكون الفرقه اللي قدامك ابتدت تتعب، يكون هو نازل عنده حلول، عنده سرعات. جرناتشو نازل من اول الماتش مقفول عليه مبدئيا، اول ما بيستلم الكرة بتلاقي اتنين داخلين عليه، فاللاعب ما بيعرفش يعمل حاجه، وخبرته القليله لانه برضه لسه صغير، ما بلوش سنتين بيلعب في الفريق وما بيلعبش كتير قوي، فخبرته القليله مش مساعداه، بياخد الكرة وبيجري بعد كده بقى اكتر من مره بياخد الكرة وبيمشي ويقف في النص مش عارف يعمل ايه. طب ابازيال ده طب هتتقطع، طب ابازيال ده طب هتتقطع، ابازيال، فلا بياخد وقت في التفكير، فمحتاج ان هو يبقى قراراته اسرع شويه، محتاج ان هو ينضج شويه. لما كان بياخد قرارات صح كان بيعمل خطوره، ان هو بيستلم الكره ويجري ويديها لراشفورد، كانت بتعمل خطوره، او بيلعبها الناحيه الثانيه لانتوني او برونو عشان تستغل الجرناتشو صح، اديله الكره وبيجري. هتدي الكره الجرناتشو بيقف، هيدخل عليه اتنين مش عارف يعمل حاجه، هتتقطع منه. وده اكتر مره حصلت في الماتش، تجيله الكره واقف لسه عايز يضرب السبرنت ومقطوعه منه، او لسه عايز يضرب السبرنت لنفسه محشور في الاوت، فبيلف ويرجع الكره لورا. جرناتشو تديله الكره وهو بيجري، او هو هيضرب السبرنت هيعدي من اي حد. حاجات برضو الفرقه محتاجاه مدافع. عززت وجبت راس حربه وجبت اللي انت محتاج مدافع. انت اول ما مارتينيز اتصاب هوبا نزلت ليندلوف ده كان هيلبسك اكتر من 100 جون في الماتش. فانت محتاج مدافع، مش شرط يكون نجم وتدفع له فلوس، حد يكون صغير كويس. شايف ان هو ممكن يطلع حد من الاكاديميه، زي ما انت طلعت بليستيري، طلعت إيلانجا، طلعت جرناتشو، طلعت الناس دي، تطلع حد من الاكاديميه تحاول تديله الثقه، لانك ليندلوف مش هيمشي. ليفربول وتشيلسي الفرقتين اللي فرقه مصفيه كل لعبتها، والفرقه الثانيه كانت عامله سنه مش لطيفه، فبتحاول ترجع تاني بعد 5 سنين ولا 6 سنين من البيك واقوى فرق اوروبا. اول نص ساعه ليفربول ماسك تشيلسي فارمهم، اول نص ساعه ليفربول داخل ضغط على تشيلسي، بس كده انت قلت ليفربول رجع، وليفربول بتاع زمان وهنشوف ومش هنشوف. فجاه بعد الشوط الاول تلاقي الدنيا بتختلف، وتشيلسي بيمسك على ليفربول كوره، وليفربول مش هيعمل اي حاجه. طبعا الجون اللي جه في اول تلت ساعه من لويس دياز باسيست من محمد صلاح، والكوره اللي صلاح ضيعها في العارضه، هنيجي لصلاح في الاخر. بعد كده بتيجي كوره غريبه جدا من تشيلسي بيتعادلوا منها وبيقفل الماتش على كده. طبعا الفريقين بيسجلوا اهداف تتحسب اوفسايد، سواء كان صلاح بقانون الاوفسايد الجديد ده هدف، وهدف برضو تشيلسي بقانون الاوفسايد الجديد ده هدف، لكن هو لسه ما اتطبقش في الدوري الانجليزي. ماتش مكسب لتشيلسي وخساره ليفربول، لان انت تشيلسي فرقه لسه بتبني، فرقه مصفيه لعبتها كلها، جايبين لعيبه لسه من اول وجديد، عندهم اصابات بالهبل، حالتهم صعبه، عكس ليفربول اللي يعتبر جاهز ومجرب وخلص وعامل والدنيا تمام. المفروض ليفربول يكسب الماتش ده، لكن الماتش كان كويس. الشوط الاول ليفربول، الشوط الثاني تشيلسي. ليفربول اللي كان فيه حاجات غريبه، ماك أليستر وسابوسلاي الاثنين تقريبا نفس الحاجه، مفيش حد فيهم مختلف عن الثاني، فانت برضه زي فكره ماونت وبرونو الاثنين نفس الحاجه، فانت حاطط الاثنين، فانت عامل زحمه على الفاضي. الاهم ان هم بيهاجموا ما بيدافعوش، فهم معاك قدام، شوف بقى حد يدافع، فعامل فجوه في خط النص. واتفاجئنا في الدقيقه تقريبا 75 لو انا متذكر صح يعني،
بتبديله غريبه، خروج محمد صلاح عادي تبديل، بس الفكره انت متعادل في اول ماتش حلو، والماتش لسه بدري، انت في الدقيقه 75 فانت لسه قدامك شويه، ودلوقتي انت ما عندكش نجوم كتير وحالتك صعبه وعايز تهاجم، واساس لعبك واساس هجومك ونجم فريقك محمد صلاح، تقوم مطلعه بكل بساطه، وانت عارف ومتاكد ان صلاح عنده ريكورد عايز يكسره، اللي هو هداف التاريخي للبريمير ليج في الماتشات الافتتاحيه ب7 مواسم على التوالي، هو عامل 6 باشتراك مع الين شيرر وكذا حد ولامبرد وناس كده. الراجل عايز يبقى منفرد بالرقم، فعايز يسجل، والراجل كان هيقدر يسجل لو اديته اكتر، وخصوصا ان انت مثلا صلاح مش بيلعب وحش، او صلاح كان اسوأ لعيب ليفربول او ما كانش مأدي اللي عليه، لا صلاح كان مأدي اللي عليه بزياده واكتر. الشوط الثاني ما كانش قد كده على ليفربول كله، لكن الراجل الشوط الاول عامل اللي عليه، الشوط الثاني الراجل برده شغال بيحاول يساعد الفرقه في بناء الهجمه، الراجل برده طبعا في جون حقه، ما هو لو صلاح ما جابش الجون مين هيجيب الجون؟ داروين نونيز اللي هيجيب الجون، ولا لويس دياس اللي هيجيب الجون، ولا جاكبو اللي هيجيب الجون، ولا مين اللي هيجيب الجون؟ لو نجم فريقك واللي هو الهداف بتاعك واللي هو السنه اللي فاتت من رغم ان انت كنت مش عايز يجيب الجوان وهو برده اللي طلع هداف فريقك ما جابش الجون، مين اللي هيجيب الجون؟ على الناحيه الثانيه برده صلاح عمل برده رد فعل مش لطيف، ان هو ما رضاش يسلم عليه وكان طالع منفعل. طبعا الرد ده بيعمله اي لعيب كبير، واي لعيب بيبقى شايف ان هو مأدي كويس وطلع، اي لعيب من حقه يعمل كده، لكن ما تبقاش لطيفه. يعني انت كنت ممكن تتضايق جوه في غرفه الملابس، اللي هو بيفضل، لكن لعبه كتير بتعملها رونالدو وميسي، يعني رونالدو ما يحبش يخرج من الملعب مهما حصل، ميسي نفس القصه، بيخرجوا بيتضايقوا وكده وكده. طبيعي ان هو لعيب كبير شايف نفسه انا نجم الفريق، دلوقتي ليفربول ايكوال صلاح، فهو نجم وهو التيم وهو الكله، تقوم مطلعه وبدري، انت مثلا مش مطلعه الدقيقه 80 حسمت الماتش، مش مطلعه، انت لسه متعادل وقدامك فرصه تجيب جون، والراجل قدامه فرصه يكسر الريكورد بتاعه. فتصرف كان غريب من الاثنين، صلاح يلام برضه على اللي هو عمله. كان قبل الماتش تقريبا كام يوم او قبل الماتش بشويه يعني، كان طلع خبر ان اتحاد جده السعودي عايز يتفاوض مع محمد صلاح، قام طلع وكيله رامي عباس طلع وقال لك مفيش الكلام ده، العرض مرفوض وصلاح مش هيمشي. حتى قال بطريقه اللي هو طب احنا جددنا ليه ما دام هنمشي، كان يروح بقى ببلاش. فده كان تاكيد ان صلاح باقي في ليفربول وانه مكمل عقده مع ليفربول عادي جدا. فجاه بعد الماتش اتفاجئنا امبارح بان صلاح موافق على انتقال للدوري السعودي، قال الاتحاد جده تمام فوضى ليفربول انا مستعد. حركه غريبه ونقله غريبه جدا من محمد صلاح اللي لسه صغير، يعني 31 سنه، لسه قدامك على الاقل 7 سنين في الكوره بالجسم اللي وصل له الفورمه، 8 سنين في الكوره، تعتزل مثلا على 38 39، انت لسه قدامك سنين تلعب في اوروبا في البريمير ليج، ممكن تبقى اسطوره ليفربول. صلاح لو فضل مكمل ليفربول لغايه ما يعتزل، صلاح هيبقى الاسطوره الايقونيه لليفربول وممكن يتعمل له تمثال. هل هو بيعمل كده يعني تهديد لليفربول ولا هو بيعمل ايه؟ لانه لو فعلا بجد عايز يروح الدوري السعودي فصلاح بيغلط غلطه عمره. في الاول في الاخر كانت هي دي الاحداث، ده رايي تحليل الشخصي في الاحداث، وبس هي دي الحلقه. عجبتك تعمل لايك سبسكرايب وسلام.